بيبتدي الفيلم بعد نص الليل، وبتكون فيه ست نايمه لوحدها في اوضتها لحد ما بيجي لها تليفون من شخص مجهول وبيبلغها انه شرطي، وبيأكد عليها اذا كانت ميس كولبون، وبيسألها لو كانت لوحدها في البيت. فبتعرفوا ان جوزها مسافر بره البلد وان بنتها نايمه في اوضتها. فبيبلغها الشرطي انها لازم تنفذ كلامه بالحرف والا هيبقى في خطر على بنتها، وما تقفلش الخط ابدا، وكمان ما تقربش من اي شباك لان الشرطه محاوطه المكان، وان فيه شخص خطير موجود في بيتها وبيطلب منها ما تخرجش من اوضتها وهم يأمنوا بنتها. وفجأة الست بتسمع زعيق في التليفون انهم قبضوا على المجرم وبيطلبوا اسعاف لان البنت في خطر، فما بتقدرش تمسك اعصابها وبيقع الموبايل من ايديها وبتجري على بنتها وهي مرعوبه. وبيكمل الشرطي كلامه ان في حاجه اخيره لازم تعرفها، وهي انهم خدعوها وده برنامج مقالب، وبيظهر مجموعه شباب بيصوروا ردة فعلها على اللي حصل وبيتريقوا عليها، وبيكونوا بيسجلوا اللي حصل علشان ينزلوه على الانترنت وياخدوا مشاهدات كتير على قناتهم. وبيكون صاحب القناه هم روي وموزلي وبريدي وسام. وبعد فتره بنروح لبيت سام وهو قاعد على اللابتوب بتاعه، وبيبان ان فيه مشكله بينه وبين بيتون واللي بتكون حبيبته، وبيبقى قاعد متضايق لحد ما بيدخل عليه صاحبه بريدي من الباب الخلفي وبيخضه وهو بيصوره، وبيبان انه زعلان. فبيقترح عليه انهم يعملوا حفله في بيته بما ان اهله مسافرين في الويك اند، او انهم يعملوا مكالمات ويخدعوا الناس كالعاده، بس هيكون لوحدهم المره دي لان باقي الفريق ما بيردش عليه. فبيعتمدوا على نفسهم وبيوافق سام، وبيتصلوا بمحل البيتزا اللي شغال فيه بيتون حبيبه سام، وبيطلبوا بيتزا وبيدوا عنوان البيت اللي قدام بيت سام، وبيكملوا المقلب اللي بيعملوه في الناس عن طريق اتصالاتهم. وبيكون سام مطمن لانه عنده برنامج بيحجب الرقم، فبالتالي بيظهر رقمه عند الشخص اللي بيتصل بيه انه شخص مجهول، لحد ما بيجي يتصل بواحد بيكون عارف انهم بيعملوا مقلب، وبيسالهم لو كانوا مستمتعين باللي بيعملوه، واكيد بيحسوا بالقوه وهم مستخبين ورا سماعه. وبيقولهم ان جه الدور ان حد يشيل من على وشهم ابتسامتهم المزيفه. فبريدي بيقول انه شكله مش بيحب الهزار وبيقفل السكه، وبيروحوا يتصلوا برقم البيت اللي قدامهم، وبيعرفوا ان في عصابه بتتنكر في عمال بيتزا علشان يتاكدوا ان البيت فاضي ولا لا ويجوا بالليل يسرقوه. وبيكون موزلي صاحبهم هو عامل التوصيل، وبيكون شغال مع بيتون، وبيتفرجوا عليه وصاحب البيت بيجري وراه بالمضرب على اساس انه ضمن العصابه. وبيكتشف موزلي ان ده مقلب من بريدي، وبيروح يتخانق معاه، فبيضطر سام انه يشتري البيتزا علشان ما تتخصمش من مرتب موزلي، وبيقول لهم انه مش فاضي يلعب معاهم حاليا بسبب الشغل، وبيدخلوا ياكلوا البيتزا. وساعتها بيلاقوا التليفون بيرن تاني من نفس المتصل اللي هددهم قبل كده، وبيقول لهم ان هما الاتنين حياتهم هتتغير للابد، وبيطلب انهم يسمعوا كلامه وما يقفلوش المكالمه مهما حصل. ولكن بريدي بيتعصب وبيقفل السكه في وشه، وبيرفض انه يرد عليه لحد اخر اليوم. وبعد ما بريدي بيزهق من الرن بيفتح عليه، وبيقول له المتصل ان ليلتهم لسه هتبتدي. والغريب ان المتصل بيبقى عارف اسم بريدي، وده اللي بيفاجئه لان التليفون المفروض انه بيحجب اسم المتصل ده، غير ان المتصل عارف كمان عنوانه وشكل بيته، وعارف ان دلوقتي قاعد مع سام في البيت. وهنا صدمتهم بتزيد، وبيقول لهم المتصل بما ان ليلتهم هتبقى طويله ممكن ينادوه باسم ليه. وفجاه بيلاقوا ان الباب بيخبط فبيترعبوا، وكل واحد بيمسك مضرب بيسبول في ايديه، وبيروحوا يفتحوا الباب فبيلاقوا بيتون. فبتقول لهم ان هزارهم سخيف، وبيستغرب سام من كلامها، وبيتعرفوا ان موزلي من الصبح ما رجعش الشغل تاني، وبعت لها رساله على موبايلها انه تعبان ومش هيقدر يشتغل. وبالتالي اتدبست في كل اعمال توصيل البيتزا، وواحد منهم طلب بيتزا تاني من المحل فجاي عشان توصل البيتزا زي ما طلبوا. وبيطلب منها سام انه يكلمها على انفراد، وبيسالها ليه اتغيرت من ناحيته، لكن بيتون كانت متضايقه وبتعرفوا انها عندها شغل كتير. وبعد ما بتوصل البيتزا بيلاقي بريدي ان ليه بيتصل بيهم تاني، وبيقول لهم ان بيتون شكلها ماشيه وهي متضايقه، وبيفهموا ان الشخص ده مراقبهم. وبيقول له بريدي انه زهق من اللعب وانه يقفل السكه في وشه، فليه بيحذروا انه لو قفل السكه يتحمل اللي هيحصل بعدها. فبيتردد بريدي ولكنه بيقفل السكه، وبيفضلوا قاعدين بيتكلموا عن بيتون لحد ما بيبعت ليه رساله على موبايل سام الشخصي، وبيقول لهم ان المره الجايه لما يتصل يستحسن يردوا عليه. وهنا سام بيقلق لانه كمان عارف رقمه. وهنا بريدي بدا يضحك، وبيعرفوا ان اكيد اللي بيعمل المقلب ده موزلي، وانه بينتقم منهم بسبب اللي حصل الصبح. وفجاه بيلاقوا صوره مبعوثه لهم على الموبايل فيها حد مش واضح، ومكتوب عليها انه مش موزلي هو اللي عمل المقلب. وبيستغرب سام جدا وكأن ليه سمع اللي بيقوله. وفجاه بيرن تليفون البيت، وبيروح سام وهو متردد علشان يرد، وبيقول لهم ليه ان اكيد اللي بيعمل فيهم كده مش موزلي. وبيبعت صوره تانية على الموبايل، وبيتصدم بريدي لما بيشوف ابوه وامه وهما متكتفين في الكرسي قدامه، وبيفهم ان ليه هو اللي خاطفهم. وبينبههم ليه تاني انهم ما يقفلوش المكالمه والا اهل بريدي هيموتوا. لكن سام بيقفل المكالمه، وبيعرف بريدي ان اهله محتجزين في اوضته اللي في بيتهم لانه شاف الساعه والكرسي اللي في الصوره، ولازم يتصلوا بالشرطه بسرعه. ولما بيتصل بالشرطه حد بيرد عليهم، وبريدي كان مفزوع، والصدمه ان اللي بيكلمهم يبقى ليه نفسه. وبيتاكدوا انه مسيطر على الاجهزه الالكترونيه اللي معاهم لدرجه ان هما ما بيقدروش يتواصلوا بحد. وبيقرر بريدي انه يخرج بره البيت ويتصل من عند اي حد من الجيران، لكن ليه بعت لهم صوره والسكين على رقبه والدته، وكتب انه لو خرج
خرج بره البيت هيقتلها. وبيبص سام على اللابتوب بتاعه وبيلاقي الكاميرا بتاعته منوره، وبيفهم ان ليه مهكر الاجهزه وشايف كل حاجه وانهم متراقبين. وفجاه بيلاقوا التلفزيون شغال على فيديو لصديقهم الرابع روي وهو متكتف، وليه حاطط قناع وبيقرب منه وبيحط كيس بلاستيك على وشه وبيخنقه علشان يموت. وبيقول لهم ان الفيديو ده متسجل امبارح، وبيسيبهم وهم شايفين اهل بريدي متكتفين على المباشر قدامهم في التلفزيون. وفجاه النور بيقطع وليه بيبعت لهم صوره على الموبايل لموزلي وهو متكتف كمان. وفجاه النور في الدور التاني بينور وبيسمعوا صوت خبط، وكمان في نور بيظهر من الباب الخلفي. وبيروح سام للدور التاني ناحيه الصوت علشان يلاقي موزلي، وبيسيب بريدي لوحده تحت، واللي بيقول له ليه انه عايز يتفق معاه اتفاق، ولو حصل هو واهله هيخرجوا بامان. وساعتها بيكون سام بيدور فوق وبيروح ناحيه مصدر الصوت، وبيكتشف ان الصوت كان متسجل اصلا وانه اتخدع. فبينزل بسرعه على الباب الخلفي علشان يلاقي صاحبه، واول ما بيفتح الباب بيقع موزلي عليه وهو مخنوق بكيس بلاستيك ومربوط بالحبل، وبيحاول يفك الحبل بصعوبه، وبريدي كانه مشلول من الصدمه. ولكن للاسف ما بيلحقش سام ينقذ صاحبه بعد ما نزف كتير وبيموت بين ايديه. وبيفضل بريدي مصدوم وبيروح يغطي صاحبه وبيقفل الباب الخلفي كويس. بعدها بيجي اتصال على تليفون البيت، فبيرد بريدي وبيقول ليه انه مش هيقدر يعمل اللي هو عايزه ومش موافق وبيقفل. ولما بيساله سام فبيقول له بريدي ما تشغلش بالك، وبيفضل يقنع سام انهم لازم يهربوا من البيت. وفجاه بيشتغل فيديو تاني وبتظهر فيه بيتون وليه بيروح يخطفها من قدام بيتهم. وهنا سام بيتصدم وبيحاول يقنع بريدي انه الخروج خطر عليهم وعلى اهله وكمان بيتون، لحد ما بيضربوا بريدي وبيقول له انه لازم يخرج، وبيمسكوا في بعض لحد ما بريدي بيتخبط في السلم وبيغمى عليه. وبيشتغل فيديو تاني لبيتون وهي مربوطه وتحت رحمه ليه، واللي بيقول لسام انه ممكن يسيبها لو قتل صاحبه وتبقى هي عايشه وله الحق انه يقرر. وبيعرفوا انه عرض نفس الموضوع على بريدي لكنه رفض، وبيأكد له كمان انه ليه حريه الخروج من البيت لكن وقتها الكل هيموت. فبيجري سام على المطبخ وبيجيب حبل وبيكتف ايد بريدي في السلم عشان يمنعه من الخروج وما يتسببش في قتلهم. وبيعرف بريدي انهم هيفضلوا في البيت لحد ما يعرفوا ايه السبب اللي بيخلي الراجل ده يعمل فيهم كده. وفجاه النور بيقطع تاني وبيكون ليه مراقبهم من بعيد، وبيشتغل التلفزيون على فيديو بنت صغيره بتتكلم. وبيفتكر سام ان شاف البنت دي قبل كده لانها كانت بعتله طلب صداقه على الموقع. فبيفتح الاكونت بتاع البنت وبيلاقوا الصور بتاعته هو وكل اصحابه نازله عليه، وبيتفاجئ لما بيلاقي صور من 6 شهور، ومعنى كده انه بيراقبهم من فتره كبيره. وبيكون في فيديو نازل باسم بيتون، فبيقول له بريدي بسرعه بلاش تشغله ده متاخد من جهازي، وكانه مخبي حاجه. وفجاه الفيديو بيشتغل على التلفزيون، وهنا كانت الكارثه لان الفيديو كان فيه بيتون وبريدي في اوضه النوم، وسام ما كانش مصدق ان صاحب عمره بيخونه. وكمان بيظهر ان بريدي كان بيسجل الفيديو وهو معاها، فبيروح سامي وبيضربه جامد. فبيقول له بريدي ان هي اللي خانتك وهي ما تستاهلكش. بعدها بيروح للشاشه وبيقول ليه انه عايز يتاكد ان بيتون لسه عايشه، فبيعرفوا ليه انها بامان، ولو عايز يشوفها ينفذ طلبه الاول ويقتل صاحبه. وسام ما كانش عارف يعمل ايه وبيركز اكتر في الشاشه. وفجاه بيلاحظ ان الساعه اللي ورا اهل بريدي بتكون على 8:30، لكن الوقت الحالي الساعه 10:03، ومعنى كده ان الفيديو اللي قدامه مش مباشر وانه تسجيل. وبيعرف ليه انه عايز يشوفه هو وبيتون جنب بعض قبل ما يعمل اي حاجه. فبيجي له اتصال من ليه على تليفون البيت وبيقول له انه هينفذ كلامه لما هو ينفذ الاتفاق اللي بينهم. فبيروح سام يجيب سكينه وبدل ما يقتل بريدي بيفك الحبل. وبيعرفوا ان لازم يشوف اهل بريدي على المباشر، فليه بيقول له انه للاسف خدعهم. وفجاه بيظهر فيديو على التلفزيون وبيبقى ليه قدام الكاميرا، واول ما بيبعد بيشوفوا اهل بريدي مقتولين وراه وسط صدمه وحزن بريدي وسام. وبيقرروا هما الاثنين يهربوا من البيت. واخد سام عصايه البيسبول لكن بيوقفوا بريدي وبيقول له انه يخرج بسرعه ويبلغ الشرطه وهو هيفضل هنا عشان ليه. وبيعرفوا ان دي فرصته الوحيده عشان يكفر بها عن ذنبه بعد ما خانه، لكن سام رفض وقال له انه اهله ماتوا ووجوده هنا مش هيفيد ومش هيسيبه لوحده. فبيخرج سام وبريدي وراه، واول ما بيفتح الباب بريدي بيزقه بره وبيقفل الباب على نفسه ومش بيرضى يفتح له. وبيشوف سامي ان العربيه اللي ظهرت في الفيديو بتاع ليه واقفه جنب عربيه بيتون، وبيروح ناحيتها في الوقت اللي بريدي بيدور على ليه. وبيدخل سامي العربيه والمفاجاه ان بيلاقي بيتون مربوطه فيها ولسه عايشه. وبيكون بريدي خرج من الباب الخلفي ووصل للجنينه، والمفاجاه ان بيلاقي صديقه موزلي ميت قدامه. وهنا بيكتشف ان الجثه المتغطيه جوه تبقى شخص تاني غير موزلي، وفعلا بيظهر ليه وراه. وبيسمع سام صوت بريدي وهو بيصرخ، فبيقول لبيتون تبلغ الشرطه بسرعه وبيسيبها ويرجع لصاحبه. وبيروح ناحيه الباب الخلفي فبيلاقي موزلي مرمي في الجنينه، فبيدخل جوه البيت علشان يلاقي صاحبه لكن مفيش اي اثر له جوه، لحد ما بيسمع بيتون وهي بتصرخ بسبب انها شافت موزلي ميت قدامها. فبيطلع لها سام وبتحذره ان ليه وراه، وكان معاه سكينه ولابس قناع. فبيضربه سام بقوه وكان بيحاول يدافع عن نفسه ووقعه على الارض، وبيقدر انه يعكس السكينه اللي في ايديه وبيطعنه بيها وبيخلص عليه. ولكن الصدمه لما سام بيلاحظ على ايديه وشم بريدي، فبيشيل القناع وبيلاقي بقه مربوط علشان ما يتكلمش والسكينه اصلا مربوطه في ايديه، وبكده يكون قتل صاحب عمره بايديه. وهنا بيظهر ليه اخيرا ولابس نفس القناع وبيقول لسام انه بيرد
بيرد لهم الجميل اللي عملوه فيه لما اتصلوا ببيته وعملوا مقلب في مراته واللي هي ميس كولبون، وبيعرفوا انها لما حست بالرعب على بنتها ساعتها اخدت المسدس اللي كانوا مخبيينه تحت السرير علشان يدافعوا عن نفسهم، وخرجت علشان تروح اوضه البنت لكنها ما لقيتهاش. فلما خرجت وشافت باب الحمام بيتفتح ضربت النار بشكل تلقائي على اساس انه الشخص اللي اقتحم البيت، لكن الكارثه انها كانت بنتها وشافتها وهي بتموت قدامها وما استحملتش الصدمه فخلصت على نفسها. وبيقول لسام انهم كانوا لازم يعانوا بنفس الطريقه، وفجاه بنسمع صوت الرصاص لكن مش بنشوف اللي حصل. بعدها بيكون النهار طلع وبنشوف سامي مرمي في بيته وبيفوق بعد ما اغمى عليه ومعاه السكينه اللي قتل بيها بريدي وكمان مسدس. فبيخرج بيلاقي بريدي موجود على الارض وجنبه بيتون مقتوله، وساعتها فضل يصرخ وفجاه بتظهر الشرطه علشان تعتقله في الوقت اللي بيكون معاه السكينه والمسدس اللي اكيد بيتون اتقتلت بيه. بعدها بنشوف نشره الاخبار ان الشرطه قبضت على سام لانه قتل حبيبته وصديقه المقرب لما اكتشف خيانتهم بعد ما اتسرب فيديو ليهم على الانترنت، وقرر ينتقم من اهل صديقه كمان، وبكده يكون ليه انتقام منهم انتقام كامل وباغرب طريقه ممكن نشوفها. وهنا بتنتهي قصتنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان تتابع كل فيديوهاتنا الجديده. سلام.